الفترة اللي فاتت بقينا بنسمع عن حالات انتحار كتير جدا لدرجة تخوف. واحد خنق نفسه، واحد نطت من فوق عمارة، واحد رمى نفسه تحت المترو وغيره. وطبعا الرد الجاهز دايما عند الناس ده الشخص ضعيف الإيمان، ده بايع آخرته علشان شوية مشاكل تافهة. بس الحقيقة اللي لازم نفهمها إن مفيش حد بياخد القرار الصعب ده علشان مشكلة تافهة، ومفيش حد بيرمي نفسه في النفق المظلم ده وهو شايف قدامه أي طريق تاني للنجاة. في الفيديو ده احنا مش جايين نحكم ولا ننظر على حد، ولا جايين نبرر فعل الانتحار. احنا جايين نفهم ايه اللي بيحصل جوه العقل في اللحظة دي، وليه الألم النفسي بيبقى أقوى من غريزة البقاء. فيلا بينا. لما بنسمع في الأخبار إن في شاب أنهى حياته علشان سقط في امتحان، أو بنت انتحرت علشان مشادة كلامية مع أهلها، عقلنا فورا بيختصر الموضوع في السبب الظاهر وكأنه السبب الوحيد. بنقول لنفسنا معقولة علشان امتحان، علشان اتطلقت، علشان خسر شوية فلوس. بس الحقيقة اللي بنتجاهلها هي إن الامتحان أو الخناقة دي ما كانتش هي السبب، دي كانت مجرد الشرارة الأخيرة. الموضوع عمره ما حصل فجأة، الموضوع أشبه بنفق مظلم والشخص ده كان ماشي فيه لوحده بقاله سنين. تخيل معايا كوباية مية بقالها سنين واقفة تحت حنفية بتنقط نقطة نقطة. هنعتبر ان النقطة الأولى دي بدأت من طفولة ما كانتش فيها أمان عاطفي، زي مثلا إحساس دائم بالرفض أو المقارنة المستمرة. وأكيد سمعت جمل زي شوفي ابن عمك أحسن منك في إيه، شوفي بنت خالتك أحسن منك إزاي. وهنعتبر النقطة الثانية صدمة فقد حد غالي، أو مثلا طلاق بعد سنين من الجواز. وهنعتبر النقطة الثالثة ضغوط مادية أو فشل متكرر في شغل أو علاقة زواج، مع شعور بالوحدة وعجز تام عن التعبير. الشخص ده بيفضل يستحمل ويشيل، والكوباية بتتملي على آخرها لحد ما تيجي لحظة يمكن تكون تافهة جدا في نظرك، الكوباية بتفيض والمية بتغرق كل حاجة، والعقل بيوصل لنقطة الانسداد التام. في اللحظة دي العقل ما بيشوفش الأسباب التافهة، العقل بيكون استهلك كل طاقته في المقاومة وما بقاش فاضل فيه مساحة يستحمل نقطة زيادة. بحس إنه محبوس جوه صندوق خرساني ما فيش فيه أي منفذ للهواء، فبيبدأ يدور على أي مخرج حتى لو المخرج ده مرعب. وعايز أقول لك إن الرعب الحقيقي مش في المخرج نفسه، الرعب في إن العقل لما بيوصل للانسداد والضلمة اللي اتكلمنا عنها بيبدأ يمارس أبشع أنواع الخداع، بيبدأ يكذب. والكارثة إن صاحبه بيصدقه. تخيل معايا لو شخص رجله اتكسرت كسر مضاعف، هل منطقي نطلب منه يقوم يجري ماراثون؟ مستحيل، لأن في ثلاث جسد يمانعه. الألم النفسي أسوأ وأعنت بكتير من الكسر ده، لأنه ألم غير مرئي. الوجع اللي بسببه الاكتئاب الحاد في كيمياء الدماغ بيخلي العقل يشتغل بشكل غير طبيعي، تفكيره ما بيبقاش عادل ولا واقعي. في اللحظة دي العقل المتأثر بالمرض النفسي بيتحول من صديق لألد أعدائك. يبدأ يهمس في ودنك بأخطر كذبتين ممكن تسمعهم في حياتك. الكذبة الأولى: أنت حمل تقيل على الناس، أنت مأخرهم ومضايقهم، ولو اختفيت من حياتهم حيرتاحوا. الكذبة الثانية: محدش حاسس بيك ومحدش حيزعل عليك، غيابك زي وجودك. العقل هنا بيمارس عملية فلترة عمياء، بيلغي كل الذكريات الحلوة وبيمسح صور الناس اللي بتحبك، وبيقنعك ان الوجع ده ابدي ومش هيخلص ابدا، وان الحل الوحيد علشان توقف الالم ده هو انك تطفي الجهاز كله، تطفي حياتك. لان الحقيقة اللي لازم نصرخ بيها في وش الكذبة دي ان ده مش تفكيرك انت، ده تفكير المرض اللي محتل عقلك حاليا. زي ما الميكروب بيخلي الجسم يسخن ويهلوس، المرض النفسي بيخلي العقل يكذب ويهلوس. الالم ساعتها بيبقى حقيقي جدا ومؤلم زي الحرق او الكسر، بس الاحكام اللي عقلك بيصدرها في اللحظه دي مش حقيقيه ومزيفه تماما. وعلشان اثبت لك انها مزيفه تعال احكي لك حاجه اتكررت الاف المرات في غرف الطب النفسي وفي الواقع كمان. يمكن تكون سمعت بعض القصص الشهيره لاشخاص نجوا من محاولات سقوط من فوق جسور عالميه مثلا، ولما سالوهم في لقاءات موثقه حسيتوا بايه في اللحظه اللي سبتوا فيها ايديكم، كلهم بلا استثناء اتفقوا على نفس الجمله الصادمه: في الثواني الأولى من السقوط وأنا في الهواء أدركت فجأة إن كل مشاكلي في الحياة ليها حل، ما عدا حاجة واحدة ملهاش حل، إني خلاص سبت إيدي. وهنا في حاجة مهمة، وهي إن الأزمة بتبقى في الوقت ده زي عاصفة ترابية عمياء، بتبقى أنت واقف في وسطها مش شايف كف إيدك، وبتفتكر إن الكون كله بيجي تراب. بس الحقيقة إن العاصفة دي وقتية وليها نهاية. اللي لازم تقتنع بيه إن النجاة مش وهم، النجاة هي إنك تدي ظهرك للكذبة اللي في عقلك وتستنى لحد ما العاصفة تعدي علشان تشوف النور اللي كان مستني
تستخبي وراها. وهنا يجي السؤال المصيري، الشاب اللي كان واقف على الحافة ده أو أي حد بمر باللحظة دي دلوقتي هو محتاج إيه بالظبط علشان يسيب حالة الانهيار دي ويرجع؟ بص يا غالي، في اللحظة دي الشخص ده بيبقى مش محتاج محاضرات تنمية بشرية، ولا محتاج حد يقف فوق دماغه ويلومه ويقول له استغفر ربنا انت ما فيش في قلبك ذرة ايمان ولا ايه. هو فعليا مش ناقص جلد، هو غرقان في الجلد اصلا. في اللحظة دي الانسان بيكون محتاج حاجة واحدة بس، الاحتواء. محتاج ايد حنينة تطبطب على كتفه وقلب واسع يسمعه من غير ما يحكم عليه. محتاج حد يطمنه ويقول له انا حاسس بوجعك ومش حسيبك لوحدك. والجميل ان الاحتواء الانساني ده هو بالضبط جوهر المنظور الديني الحقيقي اللي تشوه في عقول ناس كتير بسبب اسلوب التخويف والترهيب. ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم عن اشد لحظات الضيق النفسي اللي مرت على الانبياء والبشر ما اتكلمش سبحانه بلغة التهديد. ربنا رحيم ورحمته سبقت غضبه. ربنا سبحانه وتعالى واسع المغفرة وعالم بضعف النفس البشرية لما بتتشل عن التفكير تحت قسوة المرض او الالم الحاد. افتكر معايا قصة سيدنا يونس وهو في ظلمات بطن الحوت، مكان ضلمة ما فيش فيه اي مخرج منطقي، وفوق ده كله احساس قاسي بالوحدة. ربنا سبحانه وتعالى ما حكمش عليه ولا عاقبه في اللحظة دي، ربنا سمعه ونجاه. الدين بتاعنا جه علشان يخوف المبتلى، الدين جاي يطمنك ان الابتلاء ده له نهاية وان الألم ده مش أبدي. الآية اللي موجودة في سورة الشرح مش بتقول إن بعد العسر يسر، الآية بتقول فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، مع مش بعد. يعني في قلب الوجع اللي انت فيه دلوقتي في طاقة لطف ورحمة من ربنا نازلة معاك علشان تسندك، بس عقلك اللي تعبان مش قادر يشوفها حاليا. ربنا سبحانه وتعالى أرحم بيك من نفسك اللي بتوجعك، هو سبحانه عالم بالتعب والجهد اللي بتعمله علشان تقاوم ومش هيسيبك، بس محتاجك تطلب العون وتسمح للي بيحبوك انهم يقربوا. لكن علشان يقربوا صح الخطاب هنا لازم يتوجه للناس اللي حوالين الشخص ده، لأهله ولأصحابه ولكل حد عايش مع إنسان بيمر بالنفق المظلم ده، لأن دوركم في اللحظة دي مش مجرد دور عادي، انتوا حرفيا حبل النجاة اللي ممكن يمنع كارثة. في أغلب الحالات الشخص اللي بيمر بأزمة نفسية حادة ما بيصحاش الصبح يقرر ينهي حياته فجأة، هو بيبقى بقاله شهور بيبعت إشارات استغاثة صامتة، بس المشكلة إننا بنقرأ الإشارات دي غلط أو بنعتبرها نوع من أنواع الدراما ولفت الانتباه. تخيل معايا لو عندك جهاز في البيت وبدأ يطلع شياط أو يعمل صوت غريب، هل هتستنى لما ينفجر علشان تتحرك؟ أكيد لا. العقل البشري برضه بيطلع شياط وعلامات خطر واضحة جدا لازم كلنا نتعلم نقراها. أولا الكلمات التلميحية العابرة، لما تلاقي صاحبك أو ابنك بيقول في وسط القعدة بهزار أو بجد جمل زي أنا لو مت هترتاحوا مني، خلاص هانت كلها كام يوم القصة دي تنتهي، أو أنا تعبت وما بقيتش قادر أكمل. الجمل دي وغيرها مش دراما، دي صرخة وجع مرعب. ثانيا التوديع الغير مبرر وتوزيع الممتلكات، تلاقيه فجأة بيكلم ناس مقاطعهم بقاله سنين يطلب منهم السماح أو يبدأ يتخلى عن أكتر حاجات بيحبها ويديها لأصحابه كأنه بصفي حساباته مع الدنيا، وغيره من الأمور المشابهة. ثالثا الانعزال التام والسكوت المفاجئ، شخص كان بياكل ويشرب ويضحك فجأة انطفأ، قفل بابه وما بقاش يرد على تليفونات حد، والنوم بتاعه اتقلب تماما. ساعتها دورنا مش اننا ندخل الأوضة نقول له يلا 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 قوم فكك من الكلام الفاضي اللي انت عامله والنكد ده وانزل اتمشى، لو هتعمل كده سيبه في اوضته زي ما هو، لانه بنسبة كبيرة هو بيفكر في الانتحار بسببك. دورنا في اللحظة دي هو الانصات الكامل، اقعد جنبه وسيب تليفونك واسمعه من غير ما تلومه ولا تقلل من مشاكله، قول له انا شايفك تعبان وحاسس بيك واحنا مع بعض خطوة بخطوة. والاهم من كل ده انك ما تعتمدش على انك هتصلحه بنفسك، زي ما بتجري بيه على المستشفى لو تعب جسديا لازم تساعده وتدله على مختص نفسي او معالج يمسك بايده، وكمان تقنعه ان طلب الدعم النفسي ده قمة الشجاعة مش حاجة عيب ولا ضعف. في النهاية يا غالي عايز اقول لك رسالة اخيرة، لو حاسس ان الكلام ده متفصل علشانك والوجع هادد حيلك وعقلك عمال يزن عليك بالكذب اللي اتكلمنا عنه، ولو انت اصلا ضغطت على الفيديو ده بالصدفة فصدقني دي مش صدفة، دي اشارة. انا مش هطلب منك تحل مشاكلك كلها النهاردة ولا هطلب منك تعمل معجزات، انا طالب منك طلب واحد بس، اجل اي قرار كبير دلوقتي، اجله اليوم واحد بس، نام واصحى وقول لنفسك هعدي اليوم ده وبعده يوم كمان. اضحك على عقلك والوجع اللي فيه بالوقت، لان الوقت كفيل يدوب الحبر الاسود اللي مغرق دماغك حاليا. العاصفة هتهدى والوجع ده هيمر، والكوباية اللي اتملت مية وضغوط نقدر نفضيها بالراحة خطوة بخطوة مع حد بيحبنا او مع مختص. ارجوك اطلب المساعدة وما تمشيش في الضلمة دي لوحدك، وافتكر دايما عدم رؤيتك للنور لا يعني انه مش موجود، يمكن بس في حاجة مغمية عينك مخلياك مش شايفه. وبس كده، دمتم في امان الله والسلام عليكم.